اهلا بيكم يا برج الجوزاء، منورين حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. الفيديو ده لبرج الجوزاء، توقعات شهر اغسطس من يوم 8 لحد اخر الشهر على جميع الاصعدة. هنكشف مع بعض هنا الطاقة العامة، الحب، العلاقات، الشغل، الصحة، وأسرار ممكن ما تكونش شايفها. ركز معايا للآخر لأن في رسايل جايالك مخصوص يا برج الجوزاء، وهتكشف لك حاجات كتيرة تخصك الفترة الجاية. يلا بينا. بس قبل ما نشوف الفيديو، اللي مش عامل اشتراك ننزل بسرعة نعمل اشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالفيديوهات، وكمان اللايكات بتاعتنا يا حلوين. في بداية الطاقة بتاعتك هنا يا برج الجوزاء، أنا شايفة إن طاقتك في شهر أغسطس بتتغير بشكل كبير. شايفاك هنا إن أنت خارج من مرحلة تعب أو ضغط نفسي أو تردد. يمكن في شيء هنا أنت قررت إن أنت تسيبه ورا ظهرك، يمكن علاقة، يمكن شغل، أو حتى عادة كانت بتستنزفك يا برج الجوزاء. الشهر ده هو بداية خفة، تحرر، انطلاقة جديدة بالنسبة لك. في دعم كوني بيقربك من هدف مهم كنت حاسس انه بعيد عنك يا برج الجوزاء. كأن الكون بيقولك اتشجع خلاص، قربت توصل للي انت عايزه. طيب، انا عايزة اقول لكم هنا كمان ان البعض منكم الفترة دي يمكن عنده طاقة تعلق بأمر ما، متعلق بحاجة يا برج الجوزاء، متعلق بحاجة، والحاجة دي يمكن مش قادر توصلها بالساهل، عايز تاخد فيها قرار مش قادر. شايفة ان انت هنا الفترة دي ضحيت كتير يا برج الجوزاء، ضحيت كتير واستحملت كتير. يمكن ضحيت في شغل، يمكن ضحيت مع الشريك، استحملت في حياتك كتير مع الشريك، مع الأهل، استحملت كتير وجيت على نفسك كتير. شايفة كمان هنا يا برج الجوزاء ان البعض منكم في عنده طاقة حيرة، محتار في ما بين أمرين. يمكن يا برج الجوزاء يمكن عندك طاقة حيرة بسبب وظيفة أو حاجة. البعض منكم عنده وظيفتين، محتار ما بينهم، مش عارف يعمل ايه أو يتصرف ازاي. عايزة أقولك كمان هنا يا برج الجوزاء إن البعض منكم في طاقة انتظار، قاعد منتظر حاجة يا برج الجوزاء، قاعد منتظر حاجة، منتظر خطوة من الشريك، منتظر رسالة تخص العمل. آم، يمكن البعض منكم هنا بيراقب الشريك او بيبص عليه، في طاقة مراقبة قوية عندك يا برج الجوزاء، بتراقب مين وبتبص على مين. ممكن كمان الطاقة عندك هنا تكون عكسية، يكون الشريك هنا بيراقبك او بيبص عليك يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء، عايزة اقول لكم كمان ان يعني انت هنا متحمل مسؤوليات كتيرة يا برج الجوزاء، في عندك تحمل مسؤوليات كتيرة، مشاكل كتيرة، كل ده انت شايله لوحدك. انت مسؤول عن حاجة، مسؤول عن بيت، مسؤول عن عيلة، عن أولاد، وعندك ضغوطات كبيرة وشايف نفسك واقف لوحدك، محدش واقف معاك. شايفة ان البعض منكم عنده الفترة الجاية نمو، ازدهار، بعد طاقة الصبر اللي انت فيها، في عندك جبر خاطر يا برج الجوزاء. شايفة كمان هنا ان البعض منكم في عنده استثمارات جديدة تخص الشغل. يمكن عندك الفترة دي ممكن البعض كمان مضغوط في الشغل شوية يا برج الجوزاء، لكن انت عندك زيادة في الدخل الفترة الجاية، عندك استثمارات جديدة هتكون حلوة عند البعض منكم، هتحتاج منك مجهود شوية بس يعني هتكون ناجحة وبشكل إيجابي بالنسبة لك. شايفة كمان ان البعض منكم هنا في عنده ترقية في العمل، في عندك وفرة مالية يا برج الجوزاء. آم، في عند البعض كمان هنا سفر مهني يا برج الجوزاء. عندكم سفر، البعض منكم سفر يخص الشغل. شايفة كمان هنا ان انتوا بعضكم أجل بعض المشروعات أو حاجة كنت عايز تعمل مشروع يخصك، مشروع صغير وأجلته دلوقتي، شايف ان الوقت مش مناسب، أو خايف ان انت تاخد الخطوة دي وتكون استعجلت فيها يا برج الجوزاء. طيب بالنسبة لي هنا أنا شايفاك إن أنت تعبان كمان نفسيا، والبعض تعبان جسديا، مش بسبب ضغوطات وبس يا برج الجوزاء. لا، أنا شايفة هنا إن أنت آم، في عندك طاقة سلبية، في عندك طاقة سلبية، وطاقة الطاقة السلبية دي هنا عند البعض منكم طاقة سحر.
الطاقة السلبية عند البعض منكم هنا طاقة سحر، مش طاقة حسد بس، لا، عند البعض منكم طاقة سحر، ودي اللي مسببة يمكن مشاكل عند البعض. امورك ما بتمشيش، امورك واقفة، بتمشي في حاجة شوية بعد كده تلاقيها وقفت، وفي عراقيل كتيرة في حياتك يا برج الجوزاء بسبب الطاقة السلبية اللي عندك دي. ففي البعض منكم هنا في عنده طاقة سلبية قوية، ممكن طاقة حسد، والبعض الآخر عنده طاقة من السحر. آم، أنا شايفة هنا كمان إن الشهر ده قوي جدا للعمل يا برج الجوزاء. في عرض شغل أو فرصة سفر زي ما قلتلك من شوية، عرض شغل أو فرصة سفر للبعض منكم، أو مشروع هيتفتح قدامك فجأة. في ناس هتدعمك وناس ممكن تحاول تقلل من نجاحك يا برج الجوزاء، فخلي بالك، خليك إن أنت مركز، امشي ورا إحساسك، ملكش دعوة بكلام حد. الماديات هتتحسن عندك الفترة الجاية كمان يا برج الجوزاء. لو قدرت ان انت تدير مصاريفك بشكل صح شوية، ممكن يجيك دخل اضافي من شغل جانبي، او تكون انت بالفعل بدأت تشتغل في حاجة اونلاين على السوشيال ميديا، تكون فيها دخل اضافي بالنسبة لك. برج الجوزاء شايفة كمان ان البعض منكم هنا كان في ميزانية حاططها لشهر معين او لمرتب معين، لكن حصل ظرف مفاجئ، حاجة باظت، عطل في البيت، كشف دكتور، او حتى عزومة كبيرة، والمصاريف خرجت بره الخطة اللي انت كنت حاططها يا برج الجوزاء خالص. دلوقتي بتحاول ان انت تظبط الباقي، بس الموضوع مؤثر على حاجات كنت ناوي تعملها او كنت عايز تشتريها يا برج الجوزاء. طيب عايزة اقول لكم كمان هنا ان البعض منكم بيفكر ان هو ينهي شراكة ما بينه وما بين حد، بتفكر تنهي شراكة ما بينك وما بين اشخاص معاك يا برج الجوزاء، وتبقى انت في العمل ده لوحدك. والبعض الاخر هنا بيفكر ينهيها بشكل نهائي ويبعد عن الشغل ده عشان هو تعب، شايف ان هو شايل حمل الشغل او المشروع ده لوحده، او ان هو فيه خسارة مش مكسب ليه. شايفة كمان ان البعض منكم بعد ما هينهي الشراكة دي هيبدأ بداية عمل جديد. طيب اللي منتظر شغل جديد هنا، في فرصة عمل جديدة ليك يا برج الجوزاء، اللي بيدور على شغل او منتظر فرصة شغل جاياله، ففي فرصة حلوة جدا وجديدة جايالك، فرصة جديدة مش قديمة، يعني يمكن ما تكونش حاجة اتعرضت عليك قبل كده يا برج الجوزاء. شايفة كمان هنا ان البعض منكم هيخش في مشاريع جديدة، وفي فلوس جايالك، في اموال جايالك يا برج الجوزاء. عندك نجاح مهني، عندك شهرة، لو انت شغال على السوشيال ميديا ففي عندك شهرة في مجال عملك ده يا برج الجوزاء. فانا شايفة ان الفترة الجاية امورك هتتحسن، بس الموضوع محتاج صبر منك مش اكتر من كده. يمكن انت الفترة اللي فاتت يا برج الجوزاء اتعرضت شوية لخسارة مادية، او البعض كمان فقد الوظيفة بتاعته، يعني يا حد مشاك من وظيفتك يا انت قررت الاستقالة يا برج الجوزاء. طيب الخسارة دي انت هتعوضها الفترة الجاية، الخسارة دي انت هتعوضها الفترة الجاية. طيب هنا برج الجوزاء عايز اقولك على حاجة تخلي بالك، لان انا شايفة ان البعض منكم هنا في عندك ممكن زميل في العمل بيدبر ليك مكيدة. طيب ليه؟ عشان عايز ياخد مكانك، عشان شايف مديرك مهتم بيك، علشان بيحقد عليك، علشان بيغير منك. في حاجة هنا مش طبيعية وطاقة غيرة وحقد من الشخص ده، وعلشان كده بيدبر لك مكيدة علشان يوقعك فيها ويطلع شكلك وحش. فخلي بالك واحذر من الناس اللي موجودة حواليك في العمل يا برج الجوزاء. عايزة اقول لكم كمان هنا ان انت في عندك مغامرة حلوة تخص الشغل يا برج الجوزاء. يمكن هتغامر ان انت هتدفع فلوس في حاجة مثلا، فهتغامر شوية، هتغامر في مشروع جديد. شايفة كمان هنا يا برج الجوزاء ان انت عندك نجاح بالعمل ده، البعض منكم كمان عنده ترقية، فانا شايفة ان الامور الفترة الجاية هتتحسن وهتستقر معاك اكتر يا برج الجوزاء.
كمان يا برج الجوزاء ان البعض منكم عنده هتبدأ ان انت يبقى عندك ادخار اموال الفترة الجاية يا برج الجوزاء. يمكن البعض منكم هنا كمان عنده نقلة لبيت جديد، او انت بتفكر ان انت تشتري بيت يا برج الجوزاء، وبالفعل انت هتعمل ده يمكن خلال 4 عدات ولا حاجة يكون عندك شراء لمنزل. شايفة ان انت كمان هتحقق هدف مهم بالنسبة لك الفترة الجاية يا برج الجوزاء، او انت بالفعل بدأت تقرب من هدفك ده، هدف مهني قربت ان انت توصل له وهتعمله يا برج الجوزاء. شايفة كمان ان انت الفترة الجاية هيكون في شغل ما بينك وما بين الزملاء في العمل عندك، يعني في تعاون في الشغل ما بينك وما بين بعض زملائك في العمل يا برج الجوزاء. بالنسبة لأمورك العاطفية هنا يا برج الجوزاء، شايفاك ان انت تعبان، شايفاك ان انت تعبان بقالك فترة، والبعض منكم هنا في علاقة عاطفية مش مريحة نهائي بالنسبة له. يعني ايه في علاقة مش مريحة يا برج الجوزاء؟ يعني انت في علاقة وتعبان فيها ورغم ده بتضحي وبتستحمل. انت في علاقة عاطفية تعباك، مأذياك، ضغط عليك، بتستنزف طاقتك. شايفة كمان ان البعض منكم هنا في تباعد ما بينه وما بين الشريك، يمكن في انفصال ما بينك وما بين الشريك يا برج الجوزاء. في خصام، في زعل، في انفصال. يمكن كمان الشريك هنا عند البعض منكم مشي وادالك ظهره يا برج الجوزاء، مشي وادالك ظهره بدون سبب بدون مبررات. يعني هو مشي ليه، او هو عمل كده ليه؟ هو مشي واختفى فجأة من حياتك. طيب الشخص ده عايزة اقولك ان هو لسه منتظرك، الشخص ده بيراقبك، الشخص ده بيبص عليك. ممكن تكون كمان هنا الطاقة دي عكسية، انت ممكن تكون انت اللي يعني الشريك هنا هو اللي منتظرك او بيراقبك او بيبص عليك يا برج الجوزاء. شايفة ان الشخص ده هياخد خطوة اتجاه العلاقة قريب. مشكلتك هنا يا برج الجوزاء ان انت دايما اللي متحمل مسؤولية العلاقة دي، انت اللي شايل كل حاجة لوحدك، انت اللي شايل الحلو وانت اللي شايل الوحش، والوحش قبل الحلو اللي هو اي حاجة بتحصل في العلاقة فالشريك هنا بيجيب اللوم عليك وبيطلعك انت السبب، ايا كان بقى اللي حاصل هو ايه، فهو انت السبب وخلاص. فانت دايما متحمل مسؤولية العلاقة في كل حاجة. شايفة ان البعض منكم الفترة الجاية هيكون في عنده نجاح في العلاقات العاطفية، بس الموضوع محتاج شوية صبر منكم. البعض الآخر هنا في طاقة عنده آه، طاقة انفصال، طلاق، أو بالفعل أنت بتفكر هنا يا برج الجوزاء إن أنت تنهي العلاقة ما بينك وما بين الشريك، إذا كنتوا علاقة حب، مخطوبين، متجوزين، بتفكر يبقى في طلاق، بتفكر إن أنت تنهي العلاقة دي عشان تعبت. شايف إن العلاقة سامة، فالبعض هنا عايز يتخلص من العلاقة السامة دي، خلاص اللي هو انا مش هفضل ساكت كتير. بعض هنا بيقرر او بيفكر دلوقتي ان انا لازم اقطع العلاقة دي. الشريك هنا يمكن حابب يتحكم فيك، حابب ان هو يسيطر عليك، فانت لا انا مش هستحمل ده، وحابب ان انت تقطع العلاقة. برج الجوزاء ما بيستحملش التحكمات الكتير. انت يا برج الجوزاء شايف ان انت اديت حب ومشاعر واهتمام للشخص ده، انت كنت قريب منه، خصوصا هنا امرأة الجوزاء. فانتي كنتي هنا ليه الأم والحبيبة والعشيقة، وانتي كنتي كل حاجة في حياته واللي سنداه دايما، وبعد كده اتعرضتي لخيانة أو خذلان من الشخص ده. كان نفسك تكوني عيلة وعلاقة ناجحة، بس ما قدرتيش تعملي ده معاه لأن هو ما كانش بيساعدك، انتي كنتي في العلاقة دي لوحدك. البعض كمان هنا الشريك يمكن كان بيحبك حب شهواني، حب جسدي فقط يا برج الجوزاء، فعلشان كده لما لقى مش واصل معاك للي هو عايزه قرر الانسحاب او ان هو يخرج من العلاقة بدون كلام. البعض منكم اتعرض لفشل في العلاقة، خسارة، خيانة، زي ما قلت لكم من شوية طلاق او انفصال يا برج الجوزاء. مشاكل عائلية كمان عند البعض منكم، إذا كنتم متجوزين أو مخطوبين في مشاكل عائلية، يمكن في مشاكل كمان ما بينك وما بين آم، خطيبك، أو مشاكل ما بينك وما بين خطيبتك بسبب العيلة.
حد من الاهل هنا متدخل ما بينكم، مبوظ العلاقة وبيخربها، يا من عندك يا من عندها. في حد متدخل في العلاقة دي علشان يخربها او علشان العلاقة دي تنتهي ما تكملش. يمكن بالفعل هم نجحوا ان هم يوصلوكوا للخطوة دي يا برج الجوزاء. برج الجوزاء انا شايفاك هنا ان انت في وحدة عاطفية حاليا، لوحدك وحزين، ومفيش عندك طاقة ولا عندك مشاعر ان انت تديها لحد جديد. كان نفسك الشخص اللي معاك يا برج الجوزاء يدافع عن العلاقة اكتر من كده، يعمل مجهود علشانك، يبين لك ان هو متمسك بيك. لكن للأسف البعض هنا من اول انفصال، من اول زعل، من اول بعد، لقى الشريك كمل في الانفصال وانعزل وبعد ومش فارق معاه، محاولش الرجوع. البعض هنا الشريك كان عنده كمان عنده اللي هو حب تملك، عايز يتملكك، عايز يتملكك يا برج الجوزاء. وكأنك حاجة من ممتلكاته اللي هو معاه وضامنها، فعارف ان انت موجود يعني خلاص. حاجة ملكي بتاعتي، اروح اعمل اللي انا عايزه وارجع هلاقيها موجودة او هلاقيه موجود، هو كده كده حاجة من ممتلكاتي وبتاعتي. طيب شايفة كمان هنا ان البعض الاخر الأمور عنده يمكن في شوية زعل، لكن الزعل ده هينتهي، الزعل ده هيخلص، هيكون في بداية جديدة، في رجوع، في استقرار، آم، في تمسك بالعلاقة العاطفية دي يا برج الجوزاء. عند البعض منكم ما بينك وما بين الشريك هيكون في تفاهم أكتر. يمكن البعض هنا كمان منكم يا برج الجوزاء في علاقة توأم روح. طيب عايزة اقول لكم ان المنفصلين في تواصل ما بينك وما بين الحبيب قريب يا برج الجوزاء. يعني المنفصلين هيرجع يتواصل ويتكلم معاكي، هيرجع يتواصل ويكلمك تاني، في تواصل وفي رجوع وبداية جديدة ما بينك وما بين الشريك يا برج الجوزاء. إيه، تعالوا نشوف كمان هنا اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا يا بنات يحط اللايكات والكومنتات، وما ننساش الشير، واللي لسه ما عملش اشتراك يروح بسرعة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله اشعار بالفيديوهات واللايفات بتاعتنا يا حلوين. طيب برج الجوزاء، شايفه ان انت هنا كمان انت تعرضت للخذلان، تعرضت للخيانه زي ما قلت لكم، تعرضت لطاقه صعبه من الشريك والالم والتعب. عندك استشفاء من ده، عندك استشفاء، عندك شفاء، عندك راحه نفسيه، عندك هدوء. في عند البعض منكم بداية جديدة وحب جديد كمان يا برج الجوزاء، في طاقة حب ورومانسية جايالك قريب، بس ما تستعجلش. المرتبطين عايزة اقول لكم ان انتوا الفترة الجاية هيكون في نوع من المواجهة او حوار هيكون واضح، هيحصل بينك وبين الشريك، في مشاعر قوية، بس كمان في احتياج للصدق، ان انتوا تكونوا صادقين وصريحين مع بعض وتتكلموا وتطلعوا كل اللي جواكوا. في مشاعر قوية ما بينك وما بين الشخص ده يا برج الجوزاء. لو العلاقة مستقرة ممكن تتقربوا أكتر، ولو العلاقة فيها مشاكل الشهر ده هيكون فيه حل أو قرار مصيري هتاخدوه مع بعض يا برج الجوزاء. بالنسبة للعزاب أنا شايفة إن في بداية جديدة، في عندك بداية جديدة يا برج الجوزاء، هتتعرف على شخص جديد، شخص جديد هيخش حياتك، هيكون منجذب ليك، شخص هتشوفه بطريقة مختلفة، يمكن يكون شخص من الماضي وراجع، أو حد جديد عند البعض الآخر هيشدك من أول لحظة. ركز على الإشارات يا برج الجوزاء، قلبك مش هيغلط المرة دي. البعض كمان هنا عنده خطوبة من شخص من برج العذراء، الشخص ده بيفكر بشكل منطقي جدا وشخص منظم، يمكن بيشتغل في الحسابات أو التحاليل يا برج الجوزاء. بالنسبة للمنفصلين الطاقة بتقولك هنا إن في شخص ندمان، في شخص ندمان يا برج الجوزاء، ندمان وبيراقبك وعايز يرجع بس لسه متردد. بس انت بقت نظرتك دلوقتي مختلفة،
والقرار في ايدك، وانت اللي متحكم في كل حاجة دلوقتي يا برج الجوزاء. يعني لو رجع انت اللي هتقرر اذا كنت ترجع ولا ما ترجعش. الرجوع مش هيكون بنفس الطريقة القديمة. انت يعني يا برج الجوزاء كمان حالتك النفسية برضو مش احسن حاجة، بس يعني في صعود وهبوط الشهر ده. هتحس اوقات انك طاير واوقات تانية انك تايه، وده طبيعي جدا. حاول ان انت تتنفس، تخرج وتتكلم، متفضلش حابس نفسك، ما تغيرش طاقتك، واللي بتنام فيه بتقوم فيه يا برج الجوزاء. يعني هو نفس يومك وشغلك وحياتك اللي انت ما بتتغيرش. الروتين اللي انت فيه ده لا غيره، ما تفضلش على الحالة دي. صحيا محتاج تركز اكتر في نظامك الغذائي يا برج الجوزاء. تشرب ميه كتير، لان البعض من برج الجوزاء هنا هو انت اساسا ناسي الميه، يعني انت بتشربش ميه يا برج الجوزاء. لكن احنا هنا في فصل الصيف اهو، وانت يعني ايه برضو مش كتير ان انت بتشرب ميه، وده غلط جدا ومأثر عليك. محتاج كمان ان انت تهتم بنومك يا برج الجوزاء، تنام كويس. في تحذير من الاجهاد او الم في الراس او المعدة عند البعض منكم، ده نتيجة من التفكير الكتير يا برج الجوزاء. فحاول تهدي نفسك وتهدي اعصابك شوية. تعال نشوف رسالة ليك يا برج الجوزاء. هنا الرسالة هنا بتقولك ايه؟ الرسالة بتاعتك هنا يا برج الجوزاء بتقولك ما تسيبش البعد يقسي قلوبكم، وحاول تتواصل معاه. يمكن الرسالة هنا جايلك على الشريك يا برج الجوزاء، يمكن البعض الآخر الرسالة جاياله على الأهل أو على حد من الصديق. ما تسيبش البعد يقسي قلوبكم، وحاول تتواصل معاه يا برج الجوزاء، مع الشخص اللي انت بعيد عنه أو منفصل عنه. طيب تعالى نشوف كارت التحذير بتاعك يا برج الجوزاء، هيحذرك من مين وهيحذرك يقولك ايه. طيب الكارت ده نزلك لوحده كده. طيب بيقولك احذر ضعف الشخصية. ضعف شخصيتك بيخلي الناس دي تقولك آراء غلط وتضلك. طيب الأشخاص دي مين؟ ممكن يكون راجل، ممكن يكون ست. الكارت هنا منطبق على الاتنين على حسب اللي بيسمعنا. في اسم الشخص ده حرف النون أو الميم أو الكاف أو الهاء. حرف النون أو الميم أو الكاف أو الهاء. طيب برج الجوزاء انت مش بطبعك ان انت شخصيتك ضعيفة، وانت مش ضعيف الشخصية، انا عارفة. لكن بتكون ضعيف الشخصية مع بعض الناس اللي حواليك، اللي انت مهتم بيهم، اللي انت بتحبهم قوي، فبتكون غصب عنك ضعيف الشخصية معاهم. فخلي بالك، ممكن ضعف شخصيتك ده يخليهم يدوك آراء بشكل غلط، وما تمشيش في الطريق الصح أو يضلوك في حاجة معينة يا برج الجوزاء. برج الجوزاء شهر أغسطس ليك يا برج الجوزاء هو شهر الشجاعة والقرارات والخروج للنور. خليك مؤمن بنفسك وسيب اللي مش ليك، وابدأ بداية جديدة، لأنك تستحق الأفضل فعلا. لو حبيت الرسائل دي دوس لايك واشتراك، سيبلي في الكومنت نوع الرسالة اللي نفسك تسمعها الشهر الجاي. اشوفكم على خير يا احلى الحلوين. سلام.